أحمد بن حنبل سافر إلى بلد من البلدان، دخل واحد الجامع صلى فيه العشاء ويحط راسو باغي ينعس. هو يجي عنده الحارس ديال الجامع، قال لي نوض خرج من الجامع. قال لي علاش؟ قال لي ممنوع تنعس في المسجد. قال لي انا عابر سبيل ورجل كبير. قال لي خرج، ممنوع تنعس في الجامع. هو يخرج، جلس في العتبه ديال الباب. خرج الحاج بغى يسد الباب، هو يشوفه ويقول ليه نوض، ممنوع تجلس في العتبه. قال لي انا جالسه في الشارع. قال لي ممنوع. هو يجر الامام احمد بن حنبل ويجر ويحطه في الطريق. كان قدام المسجد واحد المحل ديال واحد الخباز. شاف الامام احمد بن حنبل وعيط له، يا شيخ يا شيخ. قال له اجي باش عندي. المهم مشى الامام بن حنبل نعس باش ينعس عنده، ويلاحظ ان هذا الخباز يذكر الله بزاف، تيعزن، تذكر الله، تيقرص الخبز، تذكر الله، اي عمل تيقوم به الا تذكر الله، تيسبح ويستغفر. اللسان ديالو متوقفش من التسبيح والتهليل والذكر. ويقول ليه الامام واش انت ديما على هذا الحال؟ قال لي انا منذ سنوات وانا على هذا الحال. قال لي انت واش انت تعياش؟ قال لي لا، تعودت عليها. وقال لي واش لقيتي شي حاجه من هاد كثرة الذكر والتسبيح؟ قال لي اي حاجه دعيت بها الله الا الله استجاب لي الدعوه ديالي. قال لي سبحان الله، اي حاجه دعيتها الله استجاب لك. قال لي اي حاجه الا حاجه وحده، هي بغيت نشوف الامام احمد بن حنبل. ويقول لي ها هو الله قد جاء بالامام احمد بن حنبل يجره من رجليه الى مخبزك.